ديجيتال تقدم لكم زوجي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة، لا يخفاكم أن أهل الضلال بشتى صنوفهم من أهل الشرك والكفر والإلحاد وأهل البدع والضلال تكالبوا على بلادنا في نشر عقائدهم الفاسدة. فما مضت أيام بعد أن نشرنا ذلكم الفيديو الذي بينا فيه دعوة النصارى الخبيثة ودعوة الروافض المشركة الخبيثة في مدينتنا بني غازي ما حولها، وقمنا بتصوير كتب الأناجيل المطرزة بالفضة والمعربة وحتى بالصور للصم والبكم وأمثالهم. أتوا بهذه الكتب الضالة والعياذ بالله وكتب الروافض، وقد بينت لكم ذلكم اللباس الرياضي الذي يباع بدينارين في بني غازي، وقيمته يقولون هنا الشباب تقارب 15 دينارا وزيادة، وتباع بدينارين مكتوب عليها يا حسين يا شهيد كربلاء. وها نحن في هذه الليلة بعد هذا اللقاء المبارك في مدينة سلوك المباركة التي تنتشر فيها الدعوة السلفية على أيدي ثلة من إخواننا السلفيين من طلبة العلم ومن يعاونهم من إخواننا، وتمكن فيها هذا المنهج المبارك بفضل الله عز وجل. فها أنا الآن أصور لكم ما الذي وجده بعض إخواننا القراء ممن ذهب يقرأ على بعض المرضى من المس. انظروا إلى هذه الأسحار التي يفرقون بها بين المرء وزوجه. هذه أوراق فيها تفريق بين رجل وامرأة، الضحية اسمها مبروكة. هذه هي الأوراق، بارك الله فيكم. حتى أن أهل الشر ينشرون بعض الحيل فيعطونهم بعض البراويز التي توضع في المجلس، صورة حديقة أو شلال أو هلم جرة، وهي مطرزة بهذه الأسحار التي ترونها، 1 2 هذا الثالث والعياذ بالله، ومطرزة بهذه العقائد. انظروا هذه هي، هذا هو السحر وهذا هو الكفر. اللجنة الاستشارية في أحرج عليكم جميعا يا إخوة، كما أننا نحارب الدواعش الخوارج ونكثف الجهود في هذا، والإخوان المفلسين وهم دواعش أيضا قاعدة، يجب علينا جميعا أن نحذر من هؤلاء أهل الشرك والكفر والإلحاد، عليهم من الله ما يستحقون. فلنكثف المطويات والمحاضرات والخطب في الشوارع وفي كل مكان تحذيرا من هذا. أيها الإخوة، دخلت بيتا، تخيلوا 18 واحد دخلت كلهم مسحورين. دخلت زائر أغمى على امرأة وإذا بها، تكلمت فقط قلت معي زمزم مرقي من 32 سنة أغمى عليها مباشرة صارت تطرش. ما دخلت بيتا ورب السماء والأرض إلا وجدت فيه أقوام مسحورين، بل وصلت حتى لمعاشر إخواننا والعياذ بالله السلفيين. تفرقت بيوت وتشتتت بسبب أفعال هؤلاء الخبثة الذين يتسترون في بعض المدن والمناطق، ونحن نكثف الجهود في الكلام على الدواعش وننسى هؤلاء. أين الدعوة في التحذير من هؤلاء الروافض الزنادقة الكفرة؟ أسر تشيعت يا رجال عن طريق الوسائل الخبيثة الإعلامية، ومن أشد من يدعم هؤلاء وينعق ويقعقع ويفرقع ويزبد ويرغي هو الخبيث المجرم الرافضي الاثنى عشري الكويري الخبيث الذي يكتب الآن في الإعلام ويحارب الدعوة السلفية ويكذب ويفتري الكذب على الدعوة السلفية.
ونحن سكوت على هذا المجرم. هذا أيضا يجب أن يبين حقيقته لولاة الأمر حتى تتخذ معه الإجراءات القانونية ويتم توقيف هذا الوحش الضاري الخبيث المنبطح لإيران وأمثالها، ممن يريد أن يعيد أمجاد الدولة الفاطمية الخبيثة الشيعية القرمطية. يجب علينا أن نكثف هذا يا إخوة، حتى عن طريق البروجيكتور يا إخوة، الشاشات، وتبيين للناس مثل هذه الحقائق بالصور والفيديو. الذي ما يرى الصور جزاه الله خيرا يترك الناس. الشيخ بن باز كان يطلع في الفيديو، كانوا يبينون هذه الحقائق. عندنا لجنة خاصة في المملكة العربية السعودية بمحاربة السحرة، يأتون بالفيديوهات. كيف تقتنع الناس؟ ما تريد ما تشتري، لكن اترك الناس تبين. كم عندنا إذاعة سلفية بس فقط ننشر دروس المنهج وانتهينا. يا أخوان هذه تيارات جارفة بارك الله فيكم. يجعل جانب من الدعوة لتبيين مثل هذه الحقائق، تحذير من هذه الفرق الضالة. ولا ما عندنا شيعة والله إنهم بيننا. واحد يتشيع بعد أيام تلقى 6 7. زرت مدينة في الجزائر تسمى مدينة بئر العاتر عام 2007، كان فيها 24 شيعي. طلعت من السجن 2013، سألت الشباب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلوا 300. قلت لهم هل دخلت واحد في السلفية أنتم؟ يا إخوة المسألة ما هي مسألة قيل وقال ونقل وقال الشيخ فلان ونقل وفلان خبيط في بعضنا وفي الساحة تغلي غلي. تركنا أهل الضلال في الجنوب القديانية شغالين يا رجال، والله شغالين. والله يحدثني أحد الإخوة قبل أيام من جنوب ليبيا يقول إيران أنشأت مستشفى الآن في جنوب ليبيا. كيف دخلت عن طريق دول أفريقيا؟ كيف يلبسون؟ كيف أفسدوا بعض أهل اليمن هؤلاء الحوثة أبناء الزيود والهادوية الذين أصبحوا روافض 12 عن طريق بعض المستشفيات قامت بها إيران في صنعاء، وعن طريق معهد أو مدرسة في السفارة الإيرانية بلاش، يأخذونه دورة إلى إيران إلى قم ويرجع رافض زنديق والعياذ بالله. فيا إخوة مطويات أهل العلم موجودة، رسائل أهل العلم موجودة، مش عيب تطبع باسم الشؤون الإسلامية الأوقاف، مكتب الثقافة في وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف أو الشؤون الثقافية. اطبعوا يا إخوة. بعض الناس ما يسمع يمل، بعض الناس ما يحضر المحاضرات، بعض الناس يقرأ، بعض الناس يمل من الكتاب الكبير يقرأ المطويات الصغيرة. فانشروا الخير بارك الله فيكم، واجتهدوا في نصرة هذا الدين يا إخوة. والله عيب علينا نعيش في منطقة وبيننا سحر، نعيش في أماكن وبيننا سحرة، النساء تمشي روحة ومجيئا على هذا السحر، ونحن ما شاء الله فلان مصيب وفلان مش مصيب، فلان علامة والله مش علامة، هذا طالب علم متمكن تشد إليه الرحال ولا شيخ له يتقاتلون من أجله. يا إخوة نتق الله عز وجل، نحن مسؤولون عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يا إخوة لي ولكم السداد. فوالله إن الفتن المدلهمة الآن والتيارات الجارفة المتسترة المخفية الخبيثة منتشرة يا إخوة، جدا منتشرة. فولاة الأمر الحمد لله عندنا في البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيل صالح بارك الله فيه، ورجل يحب الدعوة السلفية، ومن كان معه من أخوان المعاونين أو في القيادة العامة للقوات المسلحة أو في مديريات الأمن والأجهزة الأمنية، كلهم يحبون المنهج السلفي. فقط قل له هذا غلط، خلاص سمعنا وأطعنا. اتركونا من المجاملات والتسويف والنوم والخلود إلى الفراش والعياذ بالله. وأهل الشر يجتهدون في نشر باطنهم. يجب علينا جميعا أن نضع الأيدي في بعض مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ومع الجيران ومع العامل ومع الدكتور ومع الطبيب، ونجتهد في نصرة هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الطبراني في الصغير، ويحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أو عفوا في صحيح الترغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، على وزن مفاعيل، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أيها الإخوة كفانا قيل وقال، كفانا بارك الله فيكم تشغيب على بعضنا والاصطياد في الماء العكر والتقاط الأعواد من بعض الناس والغلو في صغار طلبة العلم وتفريق الناس وتمزيق الدعوة السلفية من أجل فلان وفلان. وأهل الضلال
يجتهدون. حدثني أحد الإخوة من طلبة العلم الثقات، هو معكم في مجلسكم، يقول لي قريب له زار قبل مدة يلقى واحد رافضي معطيه مطويات وكتب وما أدري إيش، ويجتهدون ينسخون من الإنترنت، وحنا الواحد يتورع ينشر مطويات. لو تقول له روح تكلم في فلان وقيل وقال يقفز أمام العلماء برتب. نحرص بارك الله فيكم على التعاون يا إخوة، مكنا بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يمكن هذه الدعوة السلفية المباركة. فالقوم الذين يتمسحون بالدعوة السلفية في بعض المناطق المآرب وأمثالهم هؤلاء عميان، لن يتكلموا على شرك القبور كما يقولون، إنما يريدون شرك القصور والمناصب.